السلام. هذه غتكون هي البارت الثانية من ستوري ديال كيون. هاد ستوري فيها ثلاثة شخصيات رئيسية: كيون الشخص العادي، الجانب المظلم من كيون، وكيون الراوي اللي كيعاود القصة. هاد القصة تخليك تستمتع بزاف، والأهم غتفيدك كتر ما غتمتعك. فرجة ممتعة. وانا جالس اللور حاولت نديزاكتيفي الملامح د القلق بالرغم من الحرب الكبيرة اللي نايضة في وسط دماغي، بس نبقى كنتسنى الحصة كاملة ويوميا. واحد الحاجة اللي صعيبة بزاف، ضروري ما نولف اولا راه البروف غتقول الادارة تعيط لوالديا وفي اقرب وقت. كي ديما التخربيق كتعطيه اكثر من حقه، وداكشي اللي بصح خاصك تعطيه حقه كتجاهلو. عاوتاني انت فين غلطت؟ البروف بلا ما تافه بزاف ما يحتاجش منك هاد الاهمية كاملة. ديما دير في بالك بحال هاد البلان ديال علاقة البروف بيك او لا اي بلان اخر تافه في حياتك، هما مجرد فواكه من الشجرة ديالك. ما عجبكش المذاق وتجاهلتيه، غتبقى حياتك كاملة وانت كتاكل فاكهة ما عجباكش. ما عجبكش المذاق وكنتي قوي لدرجة تغيرو، غتجيب منشار وغتقطع الشجرة. غتركز على انك تحيد كاع الجذور ديالها، غتجيب جذور جداد من شجرة كتعطي فاكهة لذيذة. تغرس وتبقى كتسقي حتى تكبر الشجرة وتعطيك اول فاكهة لذيذة. باش توصل انك تقطف هاد الفاكهة هادي لابد ما تصبر مدة طويلة وانت ما كتاكلش فواكه، وانت ما كتشوفش النتائج. واو الفيلسوف ديالنا شحال ساهل هادشي ومجرد كلمات. ما كنظنش واش غتبقى تفكر بحال هكا في حال تحت ليك الفرصة انك تطبق. ما كرهتش، جاز تعطيني بطاقات السلطة كاملين ورجع اللور. جلس، ارتاح وتفرج. تيق بيا هاد الحياة اللي خلعاك غنردها خاتم في صبعي. غنعاود نكتب كل شي من الاول. ما عندك ما تكتب، كل شي مكتوب من عند الله. الله قدر لي نعيش بحال هكا. الهضره اللي كيقولوها اغلبيه الناس في المجتمع باش يبردوا على راسهم يهربوا من الضعف والعجز ديالهم ويلصقوه في الله سبحانه وتعالى. كنت عارف انك ضعيف، ولكن ماشي لدرجه انك تفكر بحال هكا. اسمعني مزيان، القدر ديالنا حنا كنكتبوه بيدينا تحت اشراف الاله الاعظم. واش من نيتك؟ باش نكون مؤمن اصلا خاصني نكون كنآمن بالقدر، خاصني نآمن باللي الله كتب لي اي حاجه كنديرها. شد فاك اب صاحبي، الله بالعظمه د العدل ديالو غيجي وغيعذبك على شي ذنب هو كتبولك. اسمعني مزيان، فهاد الحياه الانسان مخير ومسير في نفس الوقت. هادشي داخل في الاختيارات ديالك. اختاريتي دير مجهود سواء كنتي مسلم او لا كافر راك غتلقى نتائج. اختاريتي هاد الطريق غتلقى قدامك الجنه، اختاريتي الطريق الاخر غتلقى قدامك جهنم. داكشي كيرجع ليك انت، داكشي كيرجع ليك انت، داكشي كيرجع ليك انت. نسولك، كتآمن بالقدر؟ بطبيعة الحال كنآمن به. وما كان هاد التناقض كامل؟ وزيدها كتنصحني نكون صريح معاك وانت متناقض معايا. كنآمن بالقدر ولكن باسلوب مختلف بزاف على كيفاش كتآمن به انت. ياك دابا كاين القدر ديالك انت وكاين القدر ديالي انا وكاين القدر د الاخر. لا لا لا، كاين قدر واحد غير كل واحد وكيفاش فهمو. كاين دين اسلامي واحد غير كل واحد وكيفاش فهمو. كاين اللي فاهم قداش ان الدين ديالو دين قوة وكيخلي الدين ديالو يقوي منه، وكاين اللي كيخلط ما بين الرحمة اللي كيتميز بها الدين ديالو وما بين الضعف ديالو، كيبرد على راسو بانه يخبي الضعف ديالو في الدين. بلا نخرج على الموضوع، رجعت ويلي على القدر وجاوبني على سؤال واحد: كيفاش داير هاد الفهم ديالك للقدر؟ كيفاش كتآمن باللي الله مقدر لينا اي حاجة كنديروها، وفي نفس الوقت كتآمن باللي انت اللي مسؤول على الافعال ديالك، وفي نفس الوقت كتقول باللي هاد الشيء ماشي تناقض؟ الا ما كانش تناقض شنو غتسميه؟ الاعجاز الالهي. كيفاش الله سبحانه وتعالى قدر يوازن بين انه يكسب القدر ديالنا وبين اننا حنا اللي مسؤولين على الافعال ديالنا؟ هذا هو السؤال الوحيد اللي ما لقيتلوش الجواب، السؤال اللي مخليني نتمنى نوقف امام الله سبحانه وتعالى ونسولو كي دار ليها. كاين اللي كيفسر هذا البلان على ان الله سبحانه وتعالى كيدوي معنا بصيغه الماضي، حيت بالنسبه لي هاد الشي داز، ولكن ملي كنتعمق وسط هاد البلان كنلقاه بعيد بزاف على الحقيقه. بالمناسبه، شفت كل اول مره استمتعتي بالهضره معايا لدرجه نسيتي راسك؟ نظره كتصوني.
في هاد اللحظات صرات الحصة، والصراحة ما سخيتش بالهضرة معاه. مقدمة ما عنديش مع هاد خونا، مقدمة هضرتو كتبلونطي ليا عقلي وكتفيدني بزاف. خرجت من القسم ومشيت للدار. بمجرد ما وصلت لقيت الوالد كيتسناني. قال شوف هاد التليفون مالو راه مبغاش يتشارجا. شديت التليفون ركبت له الشارجور مبغاش يدخل. قلت له ما بغاش راه مهرس. يمكن منين جيت يدخل الشارجور فرصتي عليه داكشي علاش. عطاني فلوس وقال لي سير هاد مول التليفونات اللي في الدوره وقول له يصلحوا ليك. قلت له واخا بابا. هزيت التليفون ومشيت. وصلت عند مول التليفونات لقيتو عامر. قال لي التليفون د الوالد هذاك. قلت له اه. قال لي مالو. قلت له راه هرسات له البلاصه د الشارج. قال لي صافي عطيه للدري 3 د السوايع ورجع عنده تلقاه واجد. قلت له صافي واخا. مشيت لواحد البلاصه قريبه شويه للدار وخاويه. كنت كنجلس فيها بزاف العمليات، غير انا وداك الفيلسوف اللي كان كيدوي قبيله. توحشتيني ولا؟ مشيت لديك الدرجه. بغيت نتشاور معاك في واحد الموضوع وصافي. مرحبا. كنسمعك دوي. قبيله وانا خارج من المدرسه رديتي البال الشوفات اللي كانوا كيديروا فيا. شفتك بحال نسيتي. راه انا اللي قلت لك دور بلا ما تعيق. المهم راك عاقل على الموقف. شبالك؟ قريبه بدا الفيلم عاوتاني. الفيلم بدا، ماشي عاد غيبدا. قراو فيك الضعف من اللحظه الاولى اللي حطيتي فيها رجليك في القسم. راك عارف الحاله اللي انا فيها. ما مستعدش نعيش نفس الفيلم مره اخرى. عطيني شي حل. الحل عطاتولك شحال هادي. انت اللي ما باغيش تقبلو. بديتي عاوتاني. عارف عندك حلول ما احسن وما باغيش تعطيهم لي. اش كدير بحال هكا؟ الحل الوحيد اللي كاين هو انك تواجه الضعف ديالك. ثيق بيا. ما كاينش شي حل من غيره. حتى انا الورز غتكون تسالات البارت الثانيه من هاد ستوري. نبغي نشوف الانتقادات ديالكم في الكومنت، حيت هما اللي غيطوروا من هاد المحتوى الجديد. كنبغيكم كاملين وتهلاو.